السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم يا جماعة دلوقتي عن الاحتفال. الصراحة يعني بأمانة ربنا الاحتفال التاريخي اللي عمله النادي الأهلي. بس أنا والله يا جماعة مش طالع أطبل ولا حاجة، بس والله الأهلي عمل احتفالك عليه مبهور الصراحة. مبهور حتى من الستايل اللي الأهلي قدم بيه نفسه في البداية كده. الأهلي عامل لك إيه؟ الأهلي عامل هرم في كل إيه يعني إيه، وماليه بطولات. يعني ماليه بطولات افريقيا، كاس مصر، سوبر، حوار كده، وطلع لك في الاخر حاطط لك بطوله افريقيا. الصراحه يا جماعه، الصراحه انا اللي عجبني في الحوار ده كابتن محمود الخطيب عمل حاجه. انا هقول لكم يا جماعه دلوقتي المشهد ده لو حصل في الزمالك، كابتن محمود الخطيب طالع يكرم كل الناس في النادي بلا استثناء، عم حارس، وبيكرم الناس كلها، يعني مفيش حد سابه الا لما كرمه، اللعيبه وكل حاجه. الصراحه يا جماعه عمل لقطه برده حلوه وانسانيه قوي، اللي هو كرم والد مروان عطيه الله يرحمه. احنا عارفين برده ان والد مروان عطيه توفى يعني من فتره قصيره، فلقطه حلوه ان هو راح اللي هو جاب مروان عطيه وعمل تكريم على روح والده الله يرحمه وكل حاجه طبعا. بس يا جماعه ده بيوريك ايه، ان احنا لو كنا في الزمالك مثلا وعملنا الاحتفال ده، انا بقول مثلا، هتلاقي مرتضى منصور طلع قال لك ايه: انا صاحب كل البطولات، انا اللي جبت المدرب، انا اللي جبت اللعيبه، انا مش عارف اللي جبت التيشيرت، انا جبت الاضاءه. بس يعني احنا حتى شفنا الموسم اللي فات لما الزمالك خد الدوري والجماهير حاطه لك بانر لفريرا 1 2 فريرا ثانك يو، طالع يقول لهم ايه: طب وانا فين؟ طالعين تشكروا فريرا، طب انا فين؟ وامير فين؟ بيقول لك امير فين اللي راح بنفسه البرتغال وجاب فريرا والكلام ده. اهو ده يا جماعه بيوريك فرق العقليات. بس احنا لو الصراحه يا جماعه نفكر زي الاهلي في حته ان اي مجلس بيجي هدفه الاهلي فقط، هدفه النادي. لكن احنا مرتضى منصور كان عندنا ايه؟ اهم حاجه انا اخد اللقطه، اخد الشو، اي لعيبه اجيبه لازم اقف اتصور جنبه، اي لعيب يجدد لازم ايه، ابني امير او ابن احمد يقفوا جنبه. لكن نفكر في نادي، دي حاجه عندهم مش موجوده قوي الصراحه. انا قاعد بتفرج والله احتفال يا جماعه، احتفال لقيت لك الشناوي طلع قال لك تصريح انا شايفه برضه بيبين لك فرق العقليات. انا يا جماعه بتكلم عن فرق العقليات. الشناوي راح بيقول لك تصريح: انا مش هعد بطولاتي دلوقتي، انا هعد بطولاتي لما اعتزل، علشان انا لسه هجيب بطولات للنادي. اللي هو بص بيوريك العقليه اللي احنا ايه، اللي هو جبنا 5 بطولات في اقل من سنه، لا احنا عايزين تاني تالت رابع. عكسنا احنا جبنا دوري وكاس هنقعد نحتفل بيهم 10 سنين. قناه نادي الزمالك طلعت تقول لك ايه: يا جماعه احنا جبنا دوري وكاس سنتين ورا بعض، احنا جبنا دوري وكاس سنتين ورا بعض. والاهلي جاب 11 افريقيا وعايزين 12 وعايزين 13 وعايزين 14. عكس احنا جبنا اخر مره جبنا افريقيا مش فاكر انا امتى، يعني اخر مره جبنا افريقيا مش فاكرها الصراحه، من 2002 2003 حاجه زي كده. احنا جبنا دوري وكاس طالعين نحتفل بيهم 10 سنين. اهلي 11 افريقيا. وفي حاجه والله يعني، في حاجه مستفزاني من جماهير النادي الاهلي. يعني الخطيب عامل لك احتفال الصراحه ربنا عالمي وبيكرم الناس كلها، اللي هو ايه، عامل كل حاجه حلوه. الجماهير النادي الاهلي تقول له المهاجم يا خطيب. اللي انا اشوفه يعني احنا على الرغم من الاحتفال والاحتفال اللي عامله الخطيب والهرم والبطولات والكلام ده، المهاجم يا خطيب برضه ده بيوريك فرق عقليه الجماهير برضه برضه كويس احتفلنا وكل حاجه، بس برضه مصلحه الفريق عايزين مهاجم، اللي هو عايزين يقفلوا كل حاجه. عكسنا احنا عندنا ادعم ادعم وخلاص، مش نجيب، لا ادعم، اللي هو مثلا ايه نغير، لا ادعم. هو ده عندنا احنا، بس عندنا الدعم، ما عندناش ايه التغيير ان احنا نجيب لعيبه، لا ما عندناش كده. عندنا ايه يا جماعه؟ اقفوا حوالين النادي في ازمه والكلام ده. ده بيوريك بس فرق العقليات. كمان ايه يعني، الاهلي بسم الله ما شاء الله كميه رعاة العولو يخلوه يجيب فرقه ثانيه الموسم الجاي. عكسنا احنا ما عندناش اي راعي تقريبا الا راعي واحد بس، اللي هو الراعي بتاع النيل ده بس، لا اكتر ولا اقل. تيجي تبص على الاهلي تلاقي بسم الله ما شاء الله ايه 5 6 رعاه. عكسنا احنا واحد بس وفرحانين بيه، ايه اللي هو هنعمل فرح عشان جالنا راعي. الاهلي مش ملاحق. ده برضو بيوريك فرق ان انت تستمر فتره طويله تكسب بطولات. بس يعني الاهلي اخر 10 سنين مثلا واخد 7 دوري، احنا واخدين 3. الاهلي اخر 10 سنين مثلا شوف واخد كام بطوله افريقيا. عكسنا احنا واخدين بس الكونفدراليه ورايحين بيها. الاهلي تقريبا وصل النهائي 5 مرات، كسب 3 وخسر 2. عكسنا احنا ما بنشمش الحته دي خالص. احنا اخر مره صعدنا 3-1 من سان داونز، والقضيه بتاعت الاهلي مش عايزين نتكلم عليها. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر الصراحه احتفال عالمي من الاهلي. والستايل برضو والشو كان حلو برضو. والحته الهرم دي برضو الصراحه عجبتني قوي. وعجبني برضو حته الخطيب ان هو طالع يشكر الناس كلها ما يشكرش نفسه. طالع اهم حاجه ان هو بيشكر الناس كلها. احنا كان اي انجاز بيحصل لازم نشكر شخص واحد بس. ده برضو بيوريك الفرق العقليات، واحد بيفكر عشان فريقه، وواحد بيفكر عشان ياخد اللقطه. في الاول وفي الاخر برضو انا نفسي الزمالك يعمل كده. انا ليه انا ما اعملش زي الاهلي؟ بس ده الصراحه اللي مضايقني. الاهلي عمل كل حاجه حلوه، بس انا نفسي اشوف فريق يعمل كده.
حاجه عاديه جدا وحاجه كل زملكاوي يتمناها. نفسي انا اعمل زي الاهلي احتفال كده، نفسي اعمل احتفال اسطوري واطلع اشكر الناس، مش هقعد اشكر نفسي. بس ده اللي اتمناه. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر، بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر، ده راي شخصي لاي حد ليه راي تاني. كنت مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.